ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. هنعمل بقى مع بعض النهارده فيديو مميز جدا، من الوصفات المهمه جدا جدا في رمضان. هنعمل مع بعض الزبادي البيتي. هنعمله بطريقه سهله وبسيطه. هنعرف مع بعض ازاي كل التكات اللي تخليه مميز في الطعم والقوام. شايفين القوام عامل ازاي؟ القوام كريمي جدا وجميل جدا. هنعمله باتنين ابيض، وهنعمله كمان بالفراوله مع بعض. يا ريت تتابعي معايا الفيديو للاخر عشان تشوفي كل التكات اللي تطلعوا بالشكل اللي انت شايفاه ده. بس قبل ما نبدا الفيديو تشتركوا فيها ولايك وشير لو عجبك الفيديو. ده شكله معانا اهو. ما فيهوش كمان ميه خالص خالص. يلا بقى مع بعض نبدا الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هنعملها معانا، هنجيب كيلو لبن حليب من المحل، او اللي هو اللبن الحليب الفلاحي او العادي، مفيش مشكله، اللي هو المعلب زي جهينه او المراعي او كده، مفيش مشاكل. وهنغليه، وبعد كده بعد ما نغليه هنشيل بقى الوش بتاعه زي ما شفتوني كده. شلت الوش في الاول، ونحطه بقى في بوله كده واسعه عشان نسيبه يبرد يبقى يعني زي ما بيقولوا كده ايه، زي دمعه العين، اللي هو حاجه يعني دافي بسيط جدا. ما يبقاش سخن وما يبقاش بارد، هيبقى دافي بسيط جدا. بعد كده بقى هنجيب كوبايه زبادي. كوبايه الزبادي دي اللي هي الخميره اللي بنعمل بيها الزبادي، دي اللي بتطلع تخلي الزبادي زبادي. وانا حطيت كمان معاها معلقتين حليب بودر. لو ما عندكيش مش مشكله، انا بحطه عشان بيعزز الطعم يعني. لكن طبعا دوت حليب فلاحي، فهو كده كده طعمه هيبقى جميل. هنجيب بقى كوبايه الزبادي بتاعتنا، هنحطها كلها. هي فيها ميه بس هفضي الميه اللي فيها. كوبايه الزبادي دي اللي هي مقدار خميره كيلو لبن حليب. تمام كده. هنحط كوبايه الزبادي في بوله منفصله مش فوق اللبن، واحط عليها بقى معلقتين لبن البودر. هقلبهم كويس، او ممكن قبل ما اقلبهم كمان معلش هجيب بقى كبشتين او 3 لبن حليب من اللي احنا زي ما قلنا كده، اللي هو الدافي اللي معانا، دفيان بسيط جدا. هنحط بقى ونبدا بقى ايه، نمزج كل الخليط ده على بعضه، اللي هو الزبادي وحليب البودر والايه واللبن الحليب بتاعنا العادي. طبعا زي ما قلت لك، لو ما فيش حليب بودر مش مشكله خالص، ملوش تاثير مهم يعني. هبدا بعمله بالهاند بلندر. لو ما فيش هاند بلندر، انت بتعمليه بالمعلقه قوي او بالمضرب اليدوي او مثلا في الخلاط، ما فيش مشاكل. معلش يا جماعه التصوير مش قد كده النهارده عشان الحامل بتاع الكاميرا بايظ، بتاع الموبايل، فمطلع التصوير مش باين قوي. بس انتوا اسمعوا معايا هتلاقوا ان شاء الله الدنيا تمام يعني. تمام كده. طبعا دوت المزيج احنا خلطناه كله مع بعضه. ده بقى شكله النهائي. هبدا بقى ايه، نحطه على بقيه اللبن الحليب بتاعنا كله. هشيله بقى من البوله واحطه على بقيه اللبن الحليب كله، وابدا بقى اقلبه لحد ما يمتزج كل الخليط مع بعضه، يبقى كانه حاجه واحده يعني. تمام كده. ابدا بقى اعبيه في ايه. عندك بقى، انا عندي طواجن فخار، عندك كوبايه ازاز، فناجيل، اي حاجه عندك يعني. كده كده مش هنحطه على النار، فما فيش اي مشكله تحطيه في اي حاجه عندك. انا حطيته في كوبايات مجات شاي صغننه كده ازاز، والطواجن الفخار زي ما انتم شايفين. وفي برضو بيبقى في كوبايات قهوه صغيره كده، اللي هي الاستكانه، برضو ممكن تحطي فيها اي حاجه. هبدا بقى اعبي الكميه كلها عندي. هجيب بقى هغلي برضو، طبعا ده الكيلو التاني اللي هنعمل بيه الفراوله. هنعمل بيه زبادي فراوله. طبعا ممكن تعملي باي طعم، مش لازم زبادي فراوله يعني. والمفروض كنت اجيب الخميره بتاعه الزبادي الفراوله، زبادي فراوله برضو، لكن انا ما لقيتش في السوبر ماركت، فجبت زبادي عادي ما فيش مشاكل. وعندي صوص فراوله بستخدمه، فحطيت منه على الزبادي. ممكن طبعا بتحطي، طبعا بتجيبي الزبادي الفراوله، يبقى هو الخميره. بتحطي بقى مثلا كريم شانتيه بالفراوله، بتحطي جيلي فراوله، يعني مش لازم صوص. اي حاجه بتديكي نفس اللون والطعم الجميل يعني، دي البدائل، مفيش مشكله يعني. حطينا الزبادي والفراوله، وهاخد بقى برضو معلقتين او كبشتين او 3 من الحليب، اللي هو طبعا مغلي ودافي دفيان بسيط جدا زي المره اللي فاتت، وابدا اقلبه او امزجه مع بعض. نفس الخطوات اللي عملناها في الزبادي اللي هو الاولاني الابيض، هنعملها في في الزبادي ده.
برضو هاند بلندر، خلاط، مضرب يدوي، اي حاجه عندك. طبعا الهاند بلندر اشتغلت جامد فطرطشت الدنيا. هبدا بقى امزجه كله مع بعضه كده. ده شكله وده لونه جميل جدا، عشان خاطر صوص الفراوله بيدي لون حلو. هحط بقى طبعا اللي احنا عملناه في البوله على بقيه الحليب بتاعنا، واعبيه برضو بنفس الطريقه في الطواجن، في كوبايه الازاز، اي حاجه عندك زي ما اتفقنا. نقلبه بقى ونبدا نعبيه. في الوقت ده بقى انا بحضر قالب او صينيه الومنيوم او بايركس تيفال، اي صينيه او اي قالب، عشان احط فيها الزبادي. عشان ارص فيها الكوبايات بتاعه الزبادي بتاعتنا. جبت الصينيه، حطيت او القالب يعني، حطيت فيه الزبادي. تمام كده. حطيت الزبادي فيه، ماشي. هكون بقى معايا كوبايتين ميه سخنه جامد جدا، بسخنهم جامد جدا، وبعدين اروح حطاهم في الصينيه من تحت. احطهم في الصينيه بتاعتنا من تحت، شايفين بالشكل دوت. طبعا حاجه بسيطه مش كتير، عشان احنا بنعمل زي حضانه للزبادي، زي الحضانه اللي هما بيعملوها في المصانع. فاحنا بنبدا نعمل كده، فعشان خاطر ندفي الدنيا، وكمان بالاخص عشان خاطر احنا الجو برد. وبعد كده هتجيب بقى ستريتش رول، ورق الومنيوم، ونغطي بيه. انا هغطي بالستريتش رول وورق الومنيوم، وممكن كمان تغطيه بفوطه، ما فيش اي مشكله. وتحطي او صينيه زي الصينيه اللي عليه، او القالب زي القالب اللي عليه. في الوقت ده بقى احنا بنقيد الفرن بتاعنا حوالي 5 دقايق، بنسخنه 5 دقايق و10 دقايق. طبعا احنا لو في الصيف والجو حر ممكن ما تحطوش في الفرن خالص. طبعا بنقيد الفرن وبعدين نطفيه، نسيبه يعني لما يسخن، وبعد كده بنطفيه. وبعد ما بنغطي الزبادي كويس جدا، بنحطه في الفرن عندنا. الاسترتش رول هز الكوبايه بتاعت الزبادي. يعني احنا بنحط الزبادي في الفرن بعد ما نطفيه، بعد ما نغطيه كويس جدا بالاسترتش رول والالومنيوم، او بالفوطه، او بصينيه فوق الصينيه. زي ما قلت لكم دي بتبقى بمثابه حضانه للزبادي. بعد ما بنغطيه كويس جدا بقى بنحطه في الفرن عندنا. احنا بنسيبه في الفرن المطفي حوالي 10 ساعات، وممكن اقل كمان من 10 ساعات، لكن احنا عشان خاطر زي ما قلت لك احنا في الشتاء والجو برد، احنا بنسيبه حوالي 10 ساعات في الفرن. بنطلعه طبعا بعد ال10 ساعات، هنلاقيه متماسك زي ما هتشوفوه دلوقتي. وهو بيبقى يعني خلاص خلص بنسبة مثلا 80%، يعني هو جوه الفرن خلص بنسبة 80%. وبعد كده بنطلعه نحطه في التلاجة من 2 ل3 ساعات. طبعا هو هنا التصوير متأخر شوية، لسه انا بلفه، ماشي. زي ما قلت لكم بعد كده بنحطه في التلاجة من 2 ل3 ساعات. بنطلعه بقى من التلاجة. طبعا الكوبايات بنغطي كل كوبايه لوحدها بستريتش رول او بغطا فنجان او اي حاجه، عشان طبعا الوش بتاعه ما يقشرش، ويعني مثلا ما يكرمش او كده. ممكن يقعد عندك في التلاجة حوالي من اسبوع ل10 ايام، مفيش اي مشكله، ما بيحصلوش اي حاجه خالص. وطبعا الزبادي اللي بيطلع دوت احنا ممكن كمان نعمل منه، نسيب منه طبعا زبادي، نعمله خميره للزبادي. تمام. الطريقه بتاعتنا دي طبعا مضمونه 100%. شايفين القوام بتاعه عامل ازاي؟ شايفين بجد قوامه كريمي جدا وجميل قوي، وما بينزلش ميه طبعا زي اللي احنا بنجيبه من بره. يعني انا هقلب كمان الكوبايات كده مش هيقع منها خالص. شكله جميل، عامل زي ما يكون، بصي شكل الزبادي الابيض كانه قشطه، يعني زي القشطه بالظبط. اتمنى الفيديو يعجبكم، يا ريت تجربوا الطريقه وتقولوا لي رايكم فيها، وان شاء الله اشوفكم في وصفات جديده. كل سنه وانتم طيبين.